ولك شليت عرضة المخلوع. الحجاب الحجاب الحجاب. عزيزي اللي عم تتفرج دوبلني وجيب بو شهر لنتفرج. فضايح يا شباب فارغ في حلقة بدنا غنش. وانت يا مخرج شغل لنا هالانترو ضريب على ولاياك، خلي هالحلقة تخلص لسه ما بلشت. خطبت وكيف ضح عينك انت حكيت كلمة يعني حشات الذكر فيها معاني لا يفهمها الا البناديق. وعزيزي المشاهد كمان نعم اكمل حديثك. حدا بعت لي بالاحرى انه لما كيف تحكي مع هذا الشاب يعني طريقه جدا انا بالنهايه انسان شرقي ما برضى لما تحكي مع حدا بهذا الطريقه. ما شاء الله عليك. ولك انت شرقي برو ماكس يا زلمه. شرنقي انت يا زلمه مو شرقي. خيو حط لنا هيك وحده ظريفه عفيفه لطيفه فهماني الموضوع، تكون من الجنس اللي يا لطيف. مثل العادي لا بحب احكي على حدا ولا اعلق على حدا، بس شو لما الأصيل تمت خيانتها من زوجها باسل خير وبطريقة كتير بشعة. أول شي هو كان عم يخونها يعني كتير و3-4 مرات هو بيخون فيها. آخر شي بيتزوج لا وشو بيعمل؟ بينقل كل أملاكه لزوجته الثانية حتى لما أولادها ما يطلع لهم شي. يا مقززي تزوج عمرته لأنها طلبت الطلاق. يعني نسيتي بس سؤال فني، انت شو عرفك انه 3 أو 4 مرات بيخون فيها؟ انت هلتي يعني حمقتي هيك وطلعتي لنا بفيديو ظريف. ولك انا بقول لك حط لي وحده فهماني، بتحط لي وحده جاردوني. فرجيني حدا، فرجيني المشكله. رايح قال ابوي اذا عنده شرف ما بيترك بنته هون. ابوي شوف والله العظيم ابوي تاركني مشان فلوسك. عليك وعلى فلوسك، عليك وعلى فلوسك. على المحاكم هي تاركني هون لانه هذا بيتي وبيت سرمايتي. بيت سرمايتي. بتعرف حتصل على الشرطه اذا ما بطلع هلا وعم سجل. اذا ما بتطلع حتصل على الشرطه. اما كلمه فيها شرف يا معفن. اما روحي مش هيك، مو كل ما عتسنا نصور. لك انت متابعينك ما صفى متابعين، لا والله صاروا من اهل البيت. يعني ناس تشيل الحجاب تقول لي هدول مثل اخواتي. هتكتي عرض حرمه بيتك انت. بيت سرمايتي. بيت رجلك عفوا. والله بيت رجلك كبير. ايش قد النمره ما شاء الله؟ 95 ولا 59 مثل ما بيقول جارنا هذا اللي هون الدكنج الشاعر العظيم. لكل فعل ردة فعل. فرجونا ردة الفعل. مبروك والله حلوة، طلعت حلوة والله مزوي 1000 مليون مبروك. والله عندي فساتين جايبتهم من الإعلانات والله العظيم العرس مطنطن. لك حتى بعز انفعالها مصرة تعطيكم تفاصيل انه اشتريت فساتين من الإعلانات. بوسي كمان. شو هذا؟ أداء أسطوري، أداء بخوف صراحة. أنا انصدمت. خلاص طولي بالك رموش وحياة عينك لو انشر لك وينشروا على الانستغرام وينشروا على كل مكان بالكرة الأرضية. خلاص انت شو بدك؟ مو انت طلبت الطلاق وهتكتي عرضه للزلمة وهتكتي عرض بيتك وبيت رجلك وعملتي افلام ودراماتيكا وحركات. اترك الزلمة يتجوز. ليش محمواه؟ كل أملاك عم تنتهي كان أما الأولاد يكون ما عندنا فلوس. الأملاك كلها عم تنتهي، كلها عم يتغير. كرمال ليش كرمال شو؟ ايوه هيك انت عيني املاك ومصاري وفلوس. المشكله بس هيك اختصر الموضوع وبلاها الدرامات الشناية اللي عم تساويها انت. قولي لي فلوس ومصاري. مخرج استعرضك ما زال وصلنا لهون. فوت لي حدا بيحبوه العالم ابي يعرفون هدول الجوز فهمان الحكايه. شفتوا كلياتكم جوزاء ايش حكى؟ شفتوا كلياتكم جوزاء ايش قال؟ بينلام الرجال لما يقوم عدم المؤاخذه يطلع لبرا كرمال انه هو يطلع على وحده تهتم فيه وتهتم انه هي تبني اسره معه. بس ما بتنلام المره اللي طول النهار على الانستغرام اللي همها بس الفولورز، اللي همها بس المتابعات، اللايكات، مين عمل لي فولو، انا ايش بدي اعمل اليوم، ايش المحتوى اللي بدي اقدمه. هي بعرض يا ادم هاي المخلوقه اذا بتتعمل فص بدها تفرج المتابعين. لها عليكم وتشوفوا لي هالفيديو. حماتي شوف بتعرف تعمل هيك؟ شوفي امانه بتعرف تعمل هيك؟ ما عم تدري. اقسم بالله الزلمه الرياكشن اللي بوجهه لحاله بيحكي. خلونا نكمل كلام ادم وبنرجع لكم. باسل رفيقي يوم اللي شفت قصار وانا اعلم بالموضوع وبعرف الصاير اصلا بيناتهم. باسل حكي لي، انا حكيت من باب مبدا انه انا بعرف بالقصص. انتوا جيتوا كلياتكم هاجمتوني انه عم بتبارك يا وسخ يا تافه، خان مرته، خان كذا. طلعوا ليش خانه؟
ليش خانة؟ مو لانه هملت بيتها وهملت جوزها وهملت اولادها وهملت دينها، قعدت بس على الانستغرام بس انه يلا والله انفلونسر والله هي الحياة حلوة. صحيح، السوشيال ميديا باختصار بإيدك ممكن تساويه باب للجنة، ممكن تساويه باب للنار. صح يا آدم، أغلب المشاكل العائلية بتصير من السوشيال ميديا ومن الهاتف. أنا بهذا الفيديو ما بيهمني مين السبب وشو المشكلة وهو شو عمل وهي شو عملت. أنا اللي بيهمني إنه حضرتك صورتي ونشرتي فيديو هتكتي فيه عرض بيتك، مو بس جوزك، هتكتي فيه عرضك وعرض أولادك وعرض البيت وحرمة البيت. ومن فيديوهاتك بيبين إنه أنت اللي خسرتي بالنهاية. مثل ما بيقول الدكنجي هذا جارنا، جنت على نفسها براقش. بالنهاية انتبهوا على أنفسكم وعائلتكم من السوشيال ميديا، لأنه هو سلاح ضدنا مش معنا. والسلام علينا وعليكم. طبعا تعليقك على الموضوع بهمني، ولا تنساني من زر لايك والاشتراك. والسلام.